هذا الرجل سليمان القانوني الذي مات شهيدا كما ذكرته كثير من الروايات التاريخية، لما مات ترك وصية معشر المؤمنين. اسمعوا، وصية وجدوها في تابوته الذي دفن فيه، فقالوا هذا الصندوق لسليمان القانوني أوصى بأن يدفن معه في قبره. فقال البعض لعله ذهب وجواهر وفضة، فقال بعض العلماء افتحوا الصندوق فلننظر ماذا فيه. فجاء شيخه أبو البركات أفندي التركي، جاء وأشرف على العملية، لأنه هو الذي رباه، هو الذي علمه، هو الذي دربه على العلم وعلى التقوى وعلى الجهاد. هؤلاء السلاطين كانوا يموتون شباب، لأنهم كانوا يموتون في ساحة القتال والمعركة والجهاد. فلما أشرف وفتحوا الصندوق وجدوا به أوراقا كتب عليها رسائل إلى العلماء يستفتيهم، ووجدوا فيها ردود العلماء، ذوك الفتاوى قاعد العلماء اللي اعطاه وجدوها في ذلك الصندوق. فبكى أبو البركات التركي، قال يا سليمان أتعبتنا حيا وأتعبتنا ميتا، تريد أن تلقى ربك بريئا من كل شيء فعلته، فذهبت بفتاوانا إلى الله حتى تتبرأ من كل شيء فعلته وتلصقه بظهورنا، حتى إذا لقي الله يلقاه على بينة. هذوما العلماء الذين شوهنا سمعتهم، هذوما الأتقياء، هذوما المجاهدين. هذا ملك سليمان الذي نصفه الآن بالظلم لا يستطيع أن يمس نملة واحدة دون أن يستأذن علماءه، دون أن يستأذن شيوخه. فكيف يعني بدماء الناس، وكيف بأعراض النساء، أن يوصف بزير النساء؟ لماذا نزور تاريخنا؟ لفائدة من؟ لماذا نزور تاريخ المسلمين وهو تاريخ مشرف؟ والله نحن مستقبلنا اليوم ليس مستقبل مشرف، اليوم حاضرنا ليس حاضر مشرف.